علم التجويد أو باب التجويد. ما هو التجويد؟ التجويد يا إخوة كلمة على وزن تفعيل. تجويد وزنها تفعيل. تفعيل يعني مثلا نقول تقطيع، جعلت الشيء مقطعا. تثبيت، جعلت الشيء ثابتا. إذا تجويد ماذا سيكون معناها؟ جعلت الشيء جيدا. فالتجويد من الإجادة، أي جعلت الشيء جيدا وأتيت به صحيحا. فإذا هي كلمة بوزن تفعيل، هذا معناها اللغوي. وأول ما نعلم أنها وردت في القول المنسوب إلى سيدنا علي رضي الله عنه. هذا القول أن سيدنا علي رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فقال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هكذا يروى هذا الخبر في بعض كتب التجويد عن سيدنا علي، ولم أجده مسندا فيما رجعت إليه من كتب الحديث الشريف أو كتب الأخبار عن الصحابة والتابعين. ما وجدت هذا الخبر مسندا، وإنما وجدناه هكذا، ليس ما وجدناه مسندا بإسناد، وإنما وجدناه هكذا في بعض كتب التجويد، بغض النظر عن ثبوته عن سيدنا علي كرم الله وجهه أو عدم ثبوته، فمعناه صحيح. نعم، إن تجويد القرآن هو إن ترتيل القرآن هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هذان الأمران اللذان لا يستغني قارئ القرآن عنهما البتة. هذا العلم، علم التجويد، هو علم من العلوم الشرعية التي نشأت فيما بعد واستقلت بذاتها تلبية لحاجة المجتمع الإسلامي. نحن نعلم بأن القرآن العظيم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو عربي بأبي وأمي، فنزل القرآن بلسانه وبلسان قومه الذين هم العرب، وإنه لذكر لك ولقومك. فلما ينزل كتاب بلسان الإنسان ليس هناك داع لأن يعلم كيف تنطق حروفه، لأنها لغته ولأنه يتكلمها بفطرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي والصحابة عرب، فلذلك لم يكن هناك داع لمعرفة من أين تخرج الباء ومن أين تخرج الجيم، هم ينطقونها بفطرتهم ولا يحتاجون إلى تعلمها. المشكلة بدأت مع مع دخول الأعاجم في الإسلام. لما بدأ الأعاجم يدخلون في دين الإسلام، هنا بدأت الحاجة إلى ضبط المسائل، لأن غير العرب لما يدخلون إلى اللغة العربية يجدون حروفا ليست في لغتهم، ويجدون إعرابا ليس في لغتهم، فإن لغة العرب مبنية على الإعراب، والإعراب هو تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موضعها في الجملة. نحن نقول قال الله، فلفظ الجلالة هنا آخره ضمة. إن الله، هنا لفظ الجلالة آخره فتحة. أبي الله وآياته، أبي الله هنا لفظ الجلالة آخره كسرة. إذن لغة العرب مبنية على الإعراب، والإعراب هو تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موضعها في الجملة. هذا الأمر له ترتيب خاص في لغة العرب، إن تغير أو فسد يفسد المعنى. لذلك لما في عهد آخر الصحابة من الخلفاء الراشدين سيدنا علي رضي الله عنه، لما كثر دخول العجم لاحظ سيدنا علي ذلك الأمر، فطلب من أبي الأسود الدؤلي، وهو العربي القح المهتم بالأمور اللهجية بين القبائل، طلب منه سيدنا علي رضي الله عنه أن يضع علامات ينحو الناس نحوها. يعني يبحث، من هنا جاءت كلمة علم النحو، يعني ينحو الناس نحوها بمعنى يقلدونها ويحاكونها في نطقهم. الشاهد أن سيدنا أبا الأسود تردد في أول الأمر، وكان مرة في أحد الشوارع الأزقة مرة، فسمع تال لم يتقن تلاوة القرآن، سمعه يقول، كان يقرأ في بداية سورة التوبة، فقال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين
صواب الآية ورسوله، يعني ورسوله بريء من المشركين، لكن ذلك التالي قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، فكسر اللام، بدل أن يقول ورسوله قال ورسوله فقط، يعني الضمة تحولت إلى كسرة. ماذا نتج عن ذلك؟ نتج عن ذلك فساد المعنى والعياذ بالله، وصار المعنى وكأن الله تبرأ من المشركين وتبرأ أيضا من رسوله، فتأثر جدا سيدنا أبو الأسود الدؤلي وقال حاشا أن يتبرأ الله من رسوله، وأتى إلى سيدنا علي بعد أن كان قد اعتذر منه، قال قد أجبتك إلى ما طلبت، وبدأ يضع علامات للفتحة وللضمة وللكسرة كانت على شكل دوائر حمراء، سنأتي إليها بإذن الله تعالى في آخر دراستنا لشرح المنظومة إن شاء الله تعالى. الشاهد، بدأ علماؤنا بدخول العجم يدركون حاجة الأمة إلى ضوابط، إلى قواعد يتبعها الناس حتى لا يقعوا في الخطأ. فلما يدخل غير العربي في الإسلام وليس في لغته حرف الحاء ويمر معه بسم الله الرحمن الرحيم والحاء ليست في لغته، فبعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم فيقلبها هاء، وبعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم فيقلبها خاء. لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح، ولو ترك الأمر هكذا لضاعت حروف القرآن، وبضياع حروف القرآن تضيع المعاني التي أودعها الله عز وجل في كتابه. لأن المعنى كما ذكرت سابقا وأعيد، المعنى شبهه أئمتنا بالسائل، واللفظ شبهوه بالكأس، كما أن السائل يتشكل بشكل الإناء الذي يوضع فيه، كذلك اللفظ لما يلفظ اللافظ كلمة فيقول مثلا عسى بسين هكذا، هذا فعل في لغة العرب معناه الترجي، ترجي حصول الشيء، عسى الله أن يتوب عليكم، عسى الله أن يعفو عنهم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. لكن لو فخمنا هذه السين فقلنا عصى بس فقط فخمنا السين، بمعنى تغير شكل الكأس، فيتغير شكل السائل الذي بداخل الكأس، يعني يتغير المعنى المنوط بذلك اللفظ. ففي لغة العرب عصى ليست مثل عصى قد تكون فعلا معناه خالف، عصى يعصي، خالف يخالف. قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى. وقد تكون اسما وهي الأداة التي يتوكأ عليها الإنسان، العصا، قال سيدنا موسى هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. كل الفرق بين عسى وعصى تفخيم السين أو ترقيق الصاد. إذن من هنا بدأ أئمتنا الكبار الذين أكرم الله عز وجل بهم هذه الأمة، وعلى رأسهم بعد أبي الأسود الدؤلي الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا الإمام العظيم الذي يعني نفاخر به أمم الدنيا. هذا الإمام يقول عنه تلميذه العظيم أيضا سيبويه، وهو شيخ النحو وعلى يده نضج علم النحو، يقول إن الخليل ذاق الحروف. وانظروا إلى تعبير سيبويه لما يقول إن الخليل ذاق الحروف. الإنسان عادة يتذوق ماذا؟ يتذوق المأكولات والمشروبات، فشبه سيبويه الحروف بالمطعوم والمشروب، أي إن الخليل بدأ يقول أخ 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 أش أش شا 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 شو، ويقلب الحرف فتحا وضما وكسرا وسكونا، ويتأمل مكان خروجه، ثم يكتب الشين من وسط اللسان، يكتب الخاء من أدنى الحلق، يكتب الباء من الشفتين، بعد أن تأمل الحروف وبدأ يقعد لنا أماكن خروج الحروف العربية، وإذا هي 29 حرفا تستعملها العرب في كلامها. بعد أن دونوا لنا مخارج الحروف وجدوا بأن هذا وحده لا يكفي، لأن العرب مثلا تقول الرحمن الرحيم، هكذا يقولون الرحمن الرحيم فيفخمون الراء. فلو أتى وقال الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ماذا نقول لها؟ هل نقول له إنك نطقت الراء من غير مكان خروجها، غيرت مخرجها؟ لا،
ما غير مكان خروجها، وإنما غير صفة خروجها. العرب تقول خا خالدين فيها، ولا تقول خا خالدين فيها، ولا تقول خالدين فيها. لذلك من يقول خا لم يغير مكان خروج الخاء، وإنما لم ينطقها كما كانت العرب تنطقها في زمن النبوة، بمعنى أنه لم يأتي بصفتها التي كانت العرب تنطقها بها، وهي التفخيم. من هنا بدأ علماؤنا أيضا يدونون لنا شيئا آخر غير مخارج الحروف، هو صفات الحروف. وصفات الحروف يا إخوة نوعان: صفات للحرف بحد ذاته كما أسلفت منذ قليل، إن الخاء مفخمة والراء المفتوحة مفخمة، ولكن هناك أشياء تنتج بسبب التجاور، فالحرف لوحده له وضع، وعندما يتجاور مع حروف أخرى له وضع آخر. العرب تقول قد وتظهر الدال وتقلقلها، لكن لو جاء بعدها تاء يقولون قد تبين، قد تبين، ولا ينطقون الدال ولا يقلقلونها، بل يجعلونها تاء ويدغمونها في التاء التي بعدها، فيقولون قد تبين. ولو قلت أمام العربي قد تبين لضحكوا وقالوا ماذا يقول هذا، لأنهم ما يفعل هذا أحد منهم، ما أحد يقول قد تبين، وإنما يقولون قد تبين. أيضا علماؤنا درسوا هذه الظاهرة اللهجية اللغوية، وبينوا ما هي الحروف التي تدغم وفي ماذا، يعني ما هي الحروف المتماثلة، ما هي الحروف المتجانسة، ما هي الحروف المتقاربة، ما هي الحروف المتباعدة، وما علاقة كل منها مع غيره من الحروف. هذه العلاقات بين الحروف، مخارجها، صفاتها الذاتية والعرضية الناتجة من التجاور، أبحاث ألحقوها في آخر كتب النحو والصرف. فلو فتحنا كتب النحو والصرف القديمة لوجدنا في آخرها ذكر مخارج الحروف، ذكر صفات الحروف الذاتية، ذكر صفات الحروف العرضية، لوجدنا ذكر الروم والإشمام وغير ذلك من إدغام وإخفاء وقلب وكل الإعلالات التي تجري في الأفعال والكلمات العربية وعلاقة الحروف بعضها ببعض، نجده في آخر كتب النحو والصرف. لكن لما كانت هذه الأبحاث شديدة الصلة بتلاوة القرآن العظيم، فإن علماءنا استلوا هذه الأبحاث من علم النحو، من آخر كتب علم النحو، بحث مخارج الحروف، بحث صفات الحروف الذاتية والعرضية وما يتعلق بذلك، استلوه من آخر كتب النحو والصرف وأفردوه بالتأليف، ليظهر عندنا علم جديد اسمه علم التجويد. إذن يا إخوة، علم التجويد علم دعت إليه الحاجة، وكان عبارة عن قواعد استنبطها أئمتنا في نهاية المئة الأولى والمئة الثانية هجرية، استنبطوها استنباطا من التلاوة النبوية الأفصحية، وألحقوها بآخر كتب النحو والصرف، ثم بعد ذلك جاء علماء استلوها من علم النحو والصرف وأفردوها بالتأليف وقعدوها، ويعني بينوا دقائقها وحقائقها وما يتعلق بقراءة القرآن من مد وتطويل وغن وإدغام وإخفاء ووصل وفصل وإلى آخره من واستعاذة والبسملة، فنشأ عندنا ما يسمى بعلم التجويد. هذا هو علم التجويد. علم التجويد علم مستنبط من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام العرب، شأنه تماما كشأن علم النحو والصرف، كما أن علم النحو والصرف مستنبط من كلام العرب. يعني لم يجتمع، لا تتصوروا بأن العلماء في يوم من الأيام اجتمعوا وعملوا مؤتمرا وقالوا إيش رأيكم، هل نجعل الفاعل آخره ضمة أم فتحة أم كسرة، ثم صوتوا وطلع معهم أنه الفاعل آخره ضمة. هذا لم يحدث، وإنما علماؤنا نظروا وتأملوا كلام العرب، والقرآن العظيم جاء موافقا لكلام العرب. لذلك لو أمسكت يا أخي القرآن من أوله إلى آخره لرأيت بأن كل كلمة تدل على من قام بالفعل، من أول القرآن إلى آخره كل كلمة تدل على من قام بالفعل آخرها ضمة،
إن كان مفردا، وإن كان جمعا آخره واو ونون، مثلا العاملون، قد أفلح المؤمنون، المؤمنون فاعل لأفلح وآخره واو ونون لأنه جمع، ولو كان مفردا لكان آخره ضمة. إذن علم التجويد علم استنباطي تماما، شأنه تماما كشأن علم النحو والصرف. سنتابع إن شاء الله تعالى في هذا الحديث بعد الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع حديثنا أيها الإخوة عن علم التجويد وعن نشأته. إذن قلنا بأن علم التجويد هو علم دعت إليه الحاجة، وهذا العلم الحقيقة مفخرة من مفاخر الإسلام، لأنه يدل على عظيم عقل علمائنا في الصدر الأول جزاهم الله عنا خيرا. لولا هذه الضوابط يا إخوة، ولولا هذه القواعد من مخارج الحروف العربية ووصفها الدقيق، وصفات الحروف العربية ووصفها الدقيق، لولا ذلك لضاع القرآن العظيم. ليه؟ لكثرة ما يتداوله من الألسنة. أتتصورون عدد الشعوب التي تنطق القرآن؟ لو ترك لكل شعب أن يتكلم بما اعتاده، سواء كان من الشعوب العربية يعني اختلاف لهجات، أو من الشعوب غير العربية يعني اختلاف لغات، لو ترك لكل شعب أن يتكلم براحته، فمثلا عندنا في حضرموت يقلبون القاف قاف في كلامهم اليومي، بدهم يقولوا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نفس الصوت هذا قا، بعد شوي عن حضرموت تعز، منطقة تعز، ينطقون هذا الصوت مقابل الجيم. يعني لو قلت مثلا نجيب، كلمة نجيب في تعز يفهمونها بأنه نجيب من النجابة، وفي حضرموت يفهمونها نقيب. قليل، كلمة قليل لو نطق ناطق قليل في تعز يفهمونها جليل، وفي حضرموت يفهمونها قليل. وقس عليها، نحن أتينا بمثال واحد، خلط الحروف وتغييرها في العاميات، قلب الجيم ياء كما في شرق الجزيرة العربية لما يقلبون الجيم ياء في الكلام، مثلا يقول ريال ويقولون يوعان بدل جوعان. بل قال لي أحدهم علم التيويد مرة، قال لي نحن ما درسنا علم التيويد أرأيتم؟ وقال لي من أين يخرج حرف الييم؟ هكذا قال لي والله، من أين يخرج حرف الييم، ولم يقل الجيم. لو تركت هذه الأمور لضاع القرآن. إخواننا في السودان يغلب على قافهم خلطها بالغين، وهذا مفسد للمعنى فسادا كبيرا. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، سيقرؤونها بصوت قريب من الغين، وفي هذا من إفساد المعنى ما فيه. وقس على ذلك بلاد الشام وبلاد مصر يقلبون القاف همزة، آلوا بدل قالوا سيقولون آلوا. إيش آلوا؟ وقيس عليها بقية الشعوب المغربية والجزائرية والأتراك والأندونيسيين والأفارقة، تجد بأن القرآن كان قد ضاع ولم يبق منه شيء، لأنه سوف تختلط الحروف واللهجات، والمعاني التي أودعها الله عز وجل في القرآن ستضيع. فلذلك أئمتنا الذين وضعوا لنا هذه القواعد لهم فضل على كل مسلم على وجه الأرض. وأعود فأقول إن علم التجويد مفخرة من مفاخر الإسلام، من خلاله وصلنا القرآن العظيم كما أنزل